تعرفوا ايه اكتر حاجة بتسبب فطريات في الفم؟ مش هتصدقوا، هي فرشة السنان. اي فرشة السنان بدل ما بتعالج لنا التسوس وتعالج لنا كل حاجة الفم، هي بتكون سبب في ضرر وتجيب لنا فطريات. ليه؟ لو فرشة السنان بتاعك ليها كفر كده، الكفر ده طبعا انت مش بتغسليه، بتغسلي اسنانك، تغسلي الفرشة شطفة خفيفة كده وتحطيها جوه الكفر. الكفر ده بيلم فيروسات وميكروبات وفطريات قد كده، تطلعيها تبداي تغسلي اسنانك وهكذا. وعلى فكره شطف الفرشه مش هو ده الصح، لا انت لازم تغسليها وتملي على الاقل كوبايه ميه دافيه وتحطي فيها الفرشه تنزل كل حاجه جواها وبواقي الاكل. وكمان الكارثه الاكبر لو فكرتي تستخدمي فرشه السنان دي مع حد تاني، ممكن يتنقل فيروس سي طب ازاي؟ من نزيف اللثه. لو اللثه بتنزف فيه هنا بواقي دم جوه الفرشه، ممكن تتنقل لحد تاني، وده اللي بيسبب لنا الهربس جوه الفم. كل الحاجات دي اخطاء. فرشه السنان لازم تنشف، ما تتسابش ميتها ابدا. خلي بالنا على نفسنا ونعيشها صح. دي فرشه سنان لسه جديده، بص اهو زي ما انتم شايفين مفيهاش اي حاجه. دي فرشه بتتغسل كل يوم، بصوا بواقي المعجون حواليها ازاي، كل حاجه باينه ازاي جواها، بصوا المنظر. دي مليانه فيروسات وفطريات وبتعمل لنا امراض كتيره قوي داخل الفم. نخلي بالنا على نفسنا ونعيشها صح. ولو هنشتري فرشه سنان بلاش اللي معاها الكفر، لان هو فعلا هيضرنا. الا لو هتستخدميه صح يبقى هاتيها ونعيشها صح. لو عندك اي سؤال سيبولي تحت في الكومنتات وهرد عليكم.